السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أخيرا وبعد سنوات طويلة الجزائريين فهموا أن الجزائر بلدهم أصبحت مقبرة للاستثمار الأجنبي، مقبرة للاستثمار الأجنبي، وأنهم كلما أتوا بمستثمرين أجانب يتعرضوا للسرقة ويتعرضوا للابتزاز بسبب المنظومة الفاسدة، فيضطروا يمشوا ويرفعوا قضايا على الجزائر وياخدوا منها تعويضات وفلوس ويمشوا يشوهوا البلد ويخسروها فلوس وحاجة آخر مهزأة. ده البرلمان اللي قال كده بحسب صحيفة اندبندنت عربي. تكبدت ما يفوق 10 مليارات دولار كتعويضات مالية خلال السنوات الأخيرة. لماذا تخسر الجزائر قضاياها في التحكيم الدولي؟ عاد الحديث مجددا في الجزائر عن الخسائر المالية التي تكبدتها خزانة الدولة خلال السنوات الأخيرة بسبب خسارة قضايا تحكيم دولي وحصول شركات أجنبية على عائدات مالية ضخمة. رفع نواب في البرلمان الجزائري أسئلة إلى الحكومة طلبوها فيها بتقديم تفسيرات حول حجم الأموال التي ضيعتها الجزائر بسبب نزاعات مع شركات استثمارية تجارية أجنبية بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي تكون معظم قراراته في غير صالح البلاد. والتحكيم الدولي هو أحد أهم وسائل فض المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء، إذ يتفق الأطراف على عدم طرح نزاعهم على المحكمة المختصة بالنظر فيه، وإنما طرحه على محكمين للفصل فيه، وما يراه هؤلاء المحكمون من حل للنزاع يلزم المتنازعين باحترامه. 50 نزاع دولي في سنتين. تخيل، الجزائر خسرت أغلب القضايا وتكبدت ما يفوق 10 مليار دولار في سنتين. الشركات تأتي، كل نزاعات الشركات كده، توقع عقود مع الدولة، عليك التزامات وعلي واجبات. يدخلوا الجنرالات والمحاسيب وولاد المحاسيب والحرامية واللصوص والمتسلطين والفسدة يبتزوا فيه. مش ده اللي وقعنا عليه؟ انت قلت لي تسهيلات وهاجي هتضمن لي وتصون لي فلوسي. لا، هتدفع كام؟ وكل يوم يروحوا تفتيش عليه ويمرمدوه ويبهدلوه. يا راجل، شركة تبوك للدواء، أكبر شركة سعودية وفي الخليج كله للدواء، وقف وزيرهم على الهوا يعمل لهم بصباعه كده واستثمار عشان نشروا خريطة ما عجبتوش. والاستثمار وانتوا قلتوا لنا هتجيبوا فلوس، دي استثمارات، دي فلوس، دي لازم تعلوا استثماراتكم شوية. هو مجرب بفلوس بسيطة مضطر، وبالتالي سحبوا استثمارات. نجيب سويرس، اكتب على جوجل او على اليوتيوب من فضلك نجيب سويرس والجزائر، بيقول لك انا اول مره اشوف بلد دخلت استثمر قالوا لي ده بيكسب. خدوا منه شركته قدره واقتدار، ده بيربح. امال انا جاي اخسر؟ ما انا لازم اربح. ايوه، ما انا بربح وانت بتربح. لا، احنا اولى بيها. وخدها جنرال وابنه، خدوا الشركه منه ادوها الجنرال وابنه. الموانئ كلها اللي بيخلص فيها المخلص الجمركي في الديوانه ابن جنرال. ان شاء الله تكون جايب ايه يخلصها لك، بس ادفع بتليفونات من بابا. كل حاجه ماشيه في الجزائر كده، فساد في فساد وابتزاز في ابتزاز. ويجي المستثمر الاجنبي ده بتاع فلوس، ده بيربح، تعالى بقى، فيفضلوا ينتشوا منه لما يلاقي نفسه هيخسر، فيطلع بفلوسه او ما تبقى من فلوسه والتحكيم الدولي. بلد مهترئ، لا مستثمر محلي. 4500 شركه بلسان عبد المجيد معرفش ايه هربت من الجزائر الى اسبانيا، وطنيه بتاع جزائريين. 3500 شركه اجنبيه فلت ومشيت من 2019 الى الان. تخيل. ليه؟ لان الفساد واكل البلد. يدوا وعود للمستثمر، تعالى بس يجي ويحط فلوسه، يبتدوا يشتغلوا عليه بقى، الزبانيه يشتغل، العصابه تشتغل عليه، يبتزوا فيه ويبهدلوه
ويلعبوا من تحت لتحت وما يلاقيش عماله يا راجل، ده الصينيين عملوا وقفه احتجاجيه بيطالبوا بفلوسهم، الشركات الصينيه ما لقوش فلوسهم. الصينيين اكتب كده وقفه احتجاجيه للصينيين في الجزائر. اصحاب الشركات والعمال الصينيين مش لاقيين فلوسهم، يستنوه يجيب فلوس ويدخل ويبتدوا يمارسوا عليه بقى إشي فساد وإشي ظلنطحية، وما يلاقيش عمالة، واللي يلاقيه عايز يتخلص وما يشتغلش. حتى مع مصريين عايز ياخد مرتب وما يشتغلش، ظلنطحي فاسد. ولذلك 10 مليار دولار في سنتين ده أقل واجب. ده غير اللي ملجأش للتحكيم، خسر فلوسه ومشي سلاما. يعني ده غير اللي خسر فلوسه ومشي من غير ما يلجأ للتحكيم، لان جاي ما عندوش ما يلجأ، خلاص بقى راح، كله راح. وممكن يروح بعقود مدروسه ومحسوبه. دول عرفوا ياخدوا عقودهم وعرفوا انهم يحموا فلوسهم. انما في ناس كتير بتيجي، المستثمرين الصغار ومتوسطي المستثمرين، ده بيروح يخوي فلوسه ويتوكل على الله، يقولوا له باي باي. مقبرة المستثمرين الأجانب. لازم كل مستثمر، ودلوقتي قاعدين يشحتوا في مستثمرين مش لاقيين. اضطر مؤخرا انه يلجأ لتونس، 42 شركة تونسية بلسان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، 42 شركة في المقاولات وفي البنية التحتية وفي الخدمات وفي الميمي تصنيع الغذائي، راحوا ينقذوه. قال لهم عافاكم، لا المحلي عارف يستثمر ولا الاجنبي بقى يجيلي، فعافاكم. وشركه كمان قطريه، شركه قطريه رايحه تعمل لهم زيت الطابله بقى زيت وفرماج. والله العظيم هؤلاء البؤساء. لذلك الجزائر مقبره الاستثمار الاجنبي، واي واحد مخبول عنده فلوس، اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره. عندنا مثل بيقول كده في مصر، اللي معاه قرش محيره، معاه فلوس محيراه، يجيب حمام ويطيره. هو برضو كده دلوقتي، اللي المستثمر اللي معاه دولار محيره يروح الجزائر يستثمره. اللي معاه دولار محيره يروح في الجزائر ويستثمره. بس باي باي. ده حسب ما بتقول البرلمان بتاعهم نفسه. قضايا يا راجل في سنتين 10 مليار دولار. امال الاستثمارات قد ايه؟ شركه تبوك للادويه وقف الوزير يعمل لهم بصباعه كده. يا عم يعني ده انت لو تملك الرزق بونيف مصطفى يقول لك اطردوا المستثمرين. سيسي انت بقى فالح تبعت لنا المستثمرين، يعني بعت المستثمرين لسويسرا يا اخي، طردوهم عشان عماد بيشتمنا. يا سيدي تبقى عملت فيهم معروف. ما طاردين نجيب ساويرس قبل كده، ايه يعني؟ اغنى واحد في مصر طردتوه، ايه يعني؟ جرى له ايه؟ راح مستثمر في كوريا الشماليه. مستثمر في كوريا الشماليه وعادي وما خدوش فلوسه. انما استثمر في الجزائر خدوا فلوسه. والله له استثمارات في كوريا الشماليه، اقسم بالله. المستثمر الوحيد اللي راح استثمر في كوريا الشماليه والدنيا بيس عادي، راح استثمر في الجزائر خدوا فلوسه. كوريا الشماليه مش الجنوبيه، لا الشماليه بتاعت راح استثمر فيه وعادي والدنيا تمام. مستثمر في اغلب بلاد الدنيا. راح الجزائر، الدوله الوحيده اللي خسر فيها في حياته، خدوا منه الشركه اجره واقتدار. الجزائر مقبره الاستثمار الاجنبي، والبرلمان في الجزائر يناقش لماذا احنا بهذا السوء. اقول له يا ودي عشان انتوا دوله فاسده، الفساد يغطيكم من ساسكم لراسكم. لان المحاسيب والعصابه والجنرالات كل ما يلاقوا حد بيربح فلوس يتسلطوا عليه، يبتزوه الى ان يقول حقي برقبتي ويهرب. اللي عمل عقود صح وكان متنبه لده بيعرف ياخد حقه. اللي خد الدنيا امان ودخل حط فلوسه وما عملش عقود دوليه تحميه بيسيب القرشينات ويهرب بعمره ويهرب بحياته، وباي باي باي باي. واللي معاه دولار محيره يروح في الجزائر يستثمره. دي الحكايه. اشوفكم على خير.